متابعي القناة ديالي، مرحبا بكم معايا في لي بون بلون. وهاد المرة جبت لكم من مدينة الخميسات. في النواحي ديالها كاين سد القنزرة اللي ولا دابا تقريبا مشهور مؤخرا، حيت تحلات فيه واحد القهيوه اللي زوينه، فيها واحد الفيو غزال بزاف، واحد المناظر اللي غادي يعجبوكم سورتو الا كان الربيع وغتكون الخضوره هنايا. غنبارطاجي معكم هاد البونادغيس، وغادي نبارطاجي معكم الاثمنه ديال الطواجن والمأكولات اللي عندهم، المشروبات حتى هما. غناخدكم في جوله ويلا معايا. هاد المنظر اللي كتشوفوا معايا دابا كيتواجد في مطعم لا كازا بينتادا، بالضبط على سد القنزرة او القنصرة كما كيقولوا لها، في مدينة الخميسات. كيبعد عليها حوالي 25 كيلومتر. يمكن لكم تمشيو بسيارتكم تجاه سيدي قاسم، او لا تاخدوا الطاكسي كبير ب10 دراهم من الخميسات الايتيادين، وتكملوا بطاكسي واحد اخر اللي تا هو ب10 دراهم غادي يقربكم من البحيره. تقدروا تكملوا على رجليكم في وسط دوك الجبال اللي الصراحه ما غاديش تسخاو بانكم تمشاو فيهم. كاينين جوج اتجاهات، كاين الاتجاه ديال البحيره فين كيتواجد المطعم، والاتجاه ديال السد والواد فين كيتخادوا اغلب الصور المشهوره على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا كيمكن لكم تقضيو يوم بعيد على صداع المدينه في اجواء عائليه، تاخذوا آلة طويجنات من المنطقه ابتداء من 100 درهم. كاين الاختيار بين اللحم البقري والطنجيه والغنمي، ويمكن لكم تاخدوا جولة في البحيرة بالقارب. هنا التصوير كان قبل الأمطار الأخيرة اللي بطبيعة الحال غادي تكون دابا زينات المنطقة. وما تنسوش اللي عجبكم الفيديو تخليو لي في لي كومونتير واش فايت لكم زرتوا هنايا زد القنزرة أو لا أول مرة غتسمعوا بها.